فبمناسبة عيد الأنبا أنطونيوس عايز أقول لكم النهاردة مجموعة من أقوال الأنبا أنطونيوس، يعني نتعلم من الأنبا أنطونيوس مش من حكايته لأن انتوا كلكم عارفين حكايته، ولكن تعالوا نتعلم النهاردة من بعض أقواله. مجمع لكم حوالي 7-8 أقوال من أقوال الأنبا أنطونيوس، كل قول فيهم هو شيء مفيد لينا. لو كل واحد فينا خد له قولين بس يعيش بيهم هيفرح خالص يعني. أول قول بيقول إيه؟ كل موضع تمضي إليه اجعل الله بين عينيك. كل موضع تمضي إليه اجعل الله بين عينيك. ده الأنبا أنطونيوس اللي بيعلمنا. كل مكان تروحه افتكر ان ربنا موجود، كل مكان تروحه. كتير مننا لو دخل الكنيسة ولو مثلا شفت واحد بيشخط او بيعلي صوته فانت تقول له ايه؟ اسكت، ما ينفعش تعلي صوتك، انت في الكنيسة. ولو واحد مثلا شتم شتيمة تقول له ايه ده؟ في حد يعمل كده؟ يعمل ايه؟ في حد يشتم وهو في الكنيسة؟ لا طبعا ما يصحش. طب ليه ما حدش يشتم وهو في الكنيسة؟ لأن ربنا موجود، صح كده؟ فما ينفعش إنك تعمل كده. تصدق بقى إن هو ما ينفعش تشتم وأنت في الكنيسة لأن ربنا موجود، وما ينفعش تشتم في بيتك لأن برضه ربنا موجود، وما ينفعش تشتم في الشارع لأن ربنا موجود، ما ينفعش تعمل حاجة في شغلك لأن ربنا موجود. ما تفصلش ربنا في مكان أو مكان، لا، ربنا موجود في كل الأماكن، ربنا موجود في كل الأماكن. فاكرين يوسف الصديق لما مرات فوتيفار عرضت عليه الخطية؟ هي عرضت عليه الخطية فين؟ في بيت، في أوضة مقفولة، بس كان ربنا موجود. وساعتها قال لها كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الإيه؟ إلى الله. طب هو فين الله؟ موجود. موجود فين؟ ما ربنا في الكنيسة؟ لا، ما ربنا موجود في كل مكان. عشان كده الأنبا أنطونيوس يقول لك حط الفكرة دي في دماغك، إن ربنا موجود في كل حتة وفي كل مكان. فكل موضع تروحوا اجعل الله بين عينيك. القول الثاني هو يعني قالوا لأبوه وقالوا لبعض الناس فيما بعد، قالوا لأبوه لما كان جثمان يعني، بيقول ها أنا أخرج من الدنيا طائعا. طائعا يعني بمزاجي. ها أنا أخرج من الدنيا طائعا كي لا يخرجوني مثل أبي كارها. أنا عايز أخرج من الدنيا بمزاجي قبل ما يخرجوني زي ما خرج أبويا. أبويا لما مات مسكوه وحطوه في الصندوق وطلعوه بره الدنيا إيه؟ غصب عنه. وطبعا كل واحد لما بيموت بيخرج من الدنيا غصب عنه. أي واحد يموت، ربنا يديكوا طولة العمر، أي واحد يموت أهله يعملوا إيه؟ يقعدوا يعيطوا عليه شوية، بس بعد كده يروحوا ماسكينه وحاطينه في صندوق ويجيبوه الكنيسة يصلوا عليه، يروحوا حاطينه في التربة وماشيين. ده غصب عنه، هيعملوا في كده. فاللي بيموت بيخرج من الدنيا غصب عنه. الأحلى بقى إنه يخرج من الدنيا بمزاجه قبل ما يتعمل في كده. عشان كده الأنبا أنطونيوس قال أنا هخرج من الدنيا طائعا. طائعا يعني إيه؟ يعني مزاجي. ولذلك هو لما كان لسه شاب ساب الدنيا كلها وخرج من الدنيا وراح على الإيه؟ وراح على البرية. يا ريت كل واحد فينا يحط الفكرة دي في دماغه، ويا ريتك تخرج من الدنيا شوية بمزاجك. يعني ايه؟ يعني اخرج من متعلقات الدنيا، ادخل مخدعك واغلق بابك واقفل على نفسك وقف قدام ابوك وصلي، انت كده خرجت من الدنيا. سيب موبايلك، سيب تلفزيونك، سيب اصحابك، اقفل الحاجات دي كلها وادخل مخدعك وصلي، انت كده خرجت من الدنيا وخرجت من الدنيا بمزاجك. لما تسيب الشغل وتسيب الهيصة دي كلها وتروح دير من الأديرة تقعد فيه 2-3 في خلوة، انت كده بتخرج من الدنيا بمزاجك. فدرب نفسك انك تخرج من الدنيا بمزاجك، اما انك تروح خلوة في دير، اما انك لو ما عندكش فرصة اخرج بس من الدنيا وادخل اوضتك واقفل على نفسك وسيب الدنيا كلها بره، انت كده خرجت من الدنيا بمزاجك. فالأنبا أنطونيوس بيقول ها أنا أخرج من الدنيا طائعا كي لا أخرج منها كارها مثل أبي. القول الثالث يقول إيه؟ أبونا الأنبا أنطونيوس يقول لنا احذر أن تتكلم بكلام فارغ
ولا تسمعه من أحد. احذر انك تتكلم كلام فارغ، كلام فارغ، كلام بذيء، كلام هزار، كلام بطال. احذر انك تتكلم كلام بطال، واحذر كمان انك تسمعه. يعني مش بس ما تتكلموش، احذر انك تسمعه. ليه يا ابويا كده يا ابو انطونيوس؟ يقول لك انت مش ناسي كلمه ربنا، ان ربنا بيقول لنا كل كلمه بطاله سوف تعطون عنها حسابا. فكل كلمه بطاله تخرج من بقك هتتحاسب عليها. احذر انك تتكلم كلام بذيء، كلام فارغ، كلام بطال. احذر. تقول لي الحمد لله يا ابونا انا ما بتكلمش، انا ما بقولش كلام وحش ولا حاجه، بس انا يعني ساعات ببقى قاعد مع ناس بيتكلموا، انا اعمل ايه؟ يقول لك واحذر انك تسمعه. احذر كمان انك تسمعه من حد. تقول لي طب انا اعمل ايه؟ ده هم اللي بيتكلموا. امشي، امشي من المكان ده، من الجلسه دي، من القعده دي. هنا المزمور يطوب اللي يعمل كده، يقول لك طوبى للرجل الذي في مجلس المستهزئين ايه؟ لم يجلس. يمشي، يسيب مجلس المستهزئين ده ويمشي. يا بختك. احذر ان تتكلم بكلام فارغ، واحذر كمان انك تسمعه من احد. القول الرابع: لا تفكر في خطاياك القديمة التي فعلتها لئلا تتجدد عليك. لا تفكر بخطاياك القديمة لئلا تتجدد عليك. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد زمان كان بيزني، بيشتهي ويزني، وتاب ومشي في طريق ربنا وبيجي كنيسة ويتناول، فهل كل شوية بقى يفتكر اللي فات؟ لا، اوعى. بس انت لو افتكرت اللي فات ممكن الشهوة بتاعت الزمان دي يحصل لها ايه؟ تتجدد جوه قلبي وتخليني يعني اميل شوية للموضوع وممكن ارجع. هنا الأنبا أنطونيوس يقول لك لا تفتكرش خطاياك اللي فات. أول ما يجي الشيطان يفكرك بيها، على فكرة هو الشيطان بيفكرك باللي فات لسببين. بيفكرك باللي فات بسببين: إما إنه يجدد شهوتها عشان يعني تعملها تاني تشتاق لها بقى، وإما إنه يأسك. يأسك يعني إيه؟ يعني تيجي مثلا تصوم الصوم الكبير هو مقبل عليه، تيجي تصوم يقول لك أنت هتصوم، أنت ناسي أنت عملت إيه زمان؟ أنت فاكر نفسك عدل يعني ولا إيه؟ أنت ناسي نفسك ولا إيه؟ أنت زمان كنت يعني مبدع الدنيا كلها. تقول له لا خلاص أنا نسيت زمان ده راح خلاص في بحر النسيان. المسيح وعدني وعد إن كل خطية بتوب عليها وبعترف بيها دم المسيح بيطهرني من كل خطية، فأنا مش هفتكر خطايا زمان خلاص، ولا علشان أيأس ولا علشان إيه أشتهيها. فالأنبا أنطونيوس يقول لك احذر أن لا تفكر في خطاياك القديمة التي فعلتها لئلا تتجدد عليك. ولكن عايز أكمل بقى هنا وأقول ساعات محتاجين نفتكرها. الله، وبعدين بقى نفتكرها ولا لا؟ في الغالب لا، ما تفتكرهاش عادة، لا. بس لو جيت في مرة الشيطان بقى ضربك ضربة تانية اللي هي الضربة اليمينية بقى، وقال لك طوباك انت ما حدش قدك، ده انت بقيت قديس، ده انت قربت يعني تطلع جناحات، بقيت بتصوم وبقيت بتصلي وبقيت بتدي الفقراء وبقيت قول له لا، بقيت ايه؟ انت ناسي زمان؟ انت كنت وحش. يقول لك الله بقى انت هتفتكر ولا مش هتفتكر؟ كل موقف وليه حكمته. انت عايزني افتكر ليه؟ عايزني افتكر علشان اشتهي اللي فات؟ مش هفتكر. عايزني عشان ايأس من نفسي؟ لا مش هيأس، مش هفتكر. لكن هتيجي تضربني ضربة كبرياء، انا هقول لنفسي لا انا مش هنسى اللي فات، انا وحش، خطية. هنا بقى اقول ايه؟ خطياتي امامي في كل حين. يعني لما يجي الشيطان يقول لي انت خلاص قربت تنزل زيت من ايدك بقى ولا بتاع، اقول له لا، زيت ايه وبتاع ايه؟ انا خطياتي امامي في كل حين. انا مش ناسي ان انا وحش، وانا طالب رحمة ربنا. فربنا يدينا الحكمة نمسك كده العصاية من النص زي ما بقولوا، ساعات نفتكر وساعات لا. الأنبا أنطونيوس يقول لنا ايه كمان؟ يقول احسن الى كل احد. يعني يا ريتك تقدم احسان، يا ريتك تدي خير، يا ريتك تعرف تفرح كل احد. احسن الى كل احد. تقول له طب ما اعرفش اعملها دي ازاي؟ يعني احسن لكل الناس ازاي؟ يقول لك طيب وان لم تقدر فاحب كل احد.
يعني يا ريتك بقى طب تحب كل الناس، وإن لم تستطيع فلا أقل من أنك أنت تكره أحد. يعني دول 3 مراحل مهمين. المرحلة الأولانية يا ريتك تحسن إلى كل الناس، تساعد كل الناس. مش هقدر أعملها دي. طب خلاص حب كل الناس. طب مش هقدر أعملها دي. طب على الأقل ما تكرهش حد، ما يكونش فيه بغضة في قلبك ضد حد. يبقى يقول لك إيه؟ أحسن إلى كل أحد، وإن لم تقدر فأحب كل أحد، وإن لم تستطع فلا أقل بقى، مفيش أقل من كده، فلا أقل من إنك إيه؟ لا تبغض أحد. قول كمان يقول إيه؟ الإنسان الحر هو الإنسان الذي لا تستعبده الملذات الجسدية بل يتحكم في جسده. الإنسان الحر، الإنسان اللي عنده حرية روحية، الإنسان اللي الكتاب المقدس يقول كده: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. اطلبوا النعمة دي أرجوكم كتير. اديني يا رب حياة الحرية، الحرية فيك يا رب. يعني إيه حرية؟ يعني الشيطان ما يستعبدنيش أبدا، لأن من يفعل الخطية فهو إيه؟ عبد للخطية. اديني يا رب حياة الحرية. حرية يعني إيه؟ يعني أقدر أقول أو لا. أنا اللي أقول أو لا. يعني أنا مثلا أنا حر في السجاير، بمعنى لو واحد عرض عليا سجارة أنا أقول له لا يا عم، مش لا، أنا حر، أنا حر مش هشرب. لكن في واحد تاني مش حر في السجاير، لو اتعرضت عليه السجارة لازم ياخدها، بل حتى لو بعدت عنه يدور عليها، ولو ما معهوش يروح يشتريها. ليه بقى؟ لأنه مش حر، هو مستعبد ليه. في واحد تاني بقى مستعبد لشهوته وشهوات جسده. فالأنبا أنطونيوس يقول لك: الإنسان الحر هو الذي لا تستعبده الملذات الجسدية بل يتحكم في جسده. قول كمان يقول: ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. ارفض الكبرياء، اوعى الكبرياء. والكتاب المقدس كتير بيحذرنا من موضوع الكبرياء. يقول لنا قبل الكسر الكبرياء. أول ما تتكبر هتقع وتتكسر. ارفض الكبرياء واعتبر ان كل الناس احسن منك، كل الناس احسن منك. حتى لو شفت انسان بيغلط قدامك قول برضه هو احسن مني. ايه يعني ما يغلط؟ ما انا بغلط. ده هو يمكن غلط غلطة مشهورة او اتعرفت، ما انا ياما بغلط غلطات كتير مش معروفة. يعني هو بيغلط وانا بغلط، بس الفرق ان خطيته ظاهرة شفناها، لكن انا بغلط غلطات كتير وناس كتير مش شايفاها. يعني ارفض الكبرياء واعتبر جميع الناس أبر منك. آخر قول بقى تخلوا بالكم منه يقول إيه؟ خطايا الأبرار على شفاههم. خطايا مين؟ خطايا الأبرار، خطايا القديسين. يعني خطايا الأبرار على شفاههم، أما خطايا المنافقين فهي في جميع أجسادهم. يعني إيه القول ده؟ تاني: خطايا الأبرار على شفاههم، أما خطايا الأشرار فهي في جميع أجسادهم. يعني إيه الكلام ده؟ عايز يقول لك إن الإنسان الشرير بيعمل خطايا بجسمه كله، بيسمع وحش، بيبص وحش، ساعات بيزني، ساعات بيسرق، يعني جسمه كله بيغلط. الإيد بتغلط، ساعات بتسرق. الجسم بيغلط، ساعات بيشتهي وبيزني. العين بتغلط، ساعات بتبص، وهكذا. دول الأشرار بعيد عننا. لكن الناس اللي مش أشرار، الناس ولاد ربنا اللي بيجوا الكنيسة، واللي ما بيسرقش، واللي ما بيزنيش، واللي ما بيقتلش، واللي ما بيأذيش حد. في ناس أبرار كتير زيكم كده. طب الأبرار بقى اللي زيكم كده خطاياهم فين؟ على شفاههم، في اللسان. مصيبتنا اللسان. فهمتوا المعنى؟ بمعنى ايه؟ ان ممكن يكون انسان حلو جدا وقلبه حلو، ولا بيسرق ولا بيزني ولا بيقتل وما بيأذيش الناس ولا بتاع، لكن مشكلته في لسانه. يقول لك: ابونا انا بتكلم كتير، انا بغلط كتير، انا ساعات بنم كتير، بتقع مني حلفانه، بتقع مني شتيمه، بجيب في سيره الناس، مع انه انسان حلو. عشان كده بقى أنبا أنطونيوس يقول لنا: خطايا الابرار فين؟ في لسانهم، اما خطايا الاشرار في كل الجسد، كل الجسد بيغلط. عايز يقول لنا خلي بالك من لسانك، خلي بالك من لسانك.
لأن فعلا في ناس كتير قوي لو مسكت لسانها 3/4 خطايانا هتقف، لو مسكنا لساننا بس. فالأنبا أنطونيوس بيحذرنا وبيقول لنا خطايا الأبرار اللي زيكم في شفاههم على لسانهم، يعني في كلامنا، فنمسك الكلامنا، لأن كثرة الكلام لا تخلو من معصية. دي مجموعة كده من أقوال الأنبا أنطونيوس، مجموعة من تعاليم الأنبا أنطونيوس قلناها النهاردة علشان نجيب سيرة الأنبا أنطونيوس. مجرد إن احنا نجيب سيرته ناخد بركته، ربنا يشملنا بصلواته وبركته. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.